هاي. مبسوطة اني رجعت صور. اوكي صرت بصورها كذا مرة بس ماني منزلتهم ام سوري. بس هلا انتم شايفين الكركبة بعد ماني مخلصة كل شي بنفط الرسم فبنصير بنكفيهم سوا. ماني معلقة شي، ما في ولا رف، ما في ولا شي معلق، بس شغلي على الطاولة ما اكتر. فهي الغرفة لازم تتزبط على الاخر. رح هيدا يكون فلوج منه طول الاسبوع لانه اصلا قطع كم يوم من الاسبوع، بس انه ححاول صور لكم تسليم الطلبيات، كل شي عم نعمله. اي شيء بقدر صور لكم اياه رح كون عم صور. بس والله كثير مشتاقه لكم، كثير عبالي هيك ارجع على يوتيوب. فخلينا نقول انه هيدي العودة الرسمية ان شاء الله، وان شاء الله الضوء يكون منيح لانه بعد ما عندي كمان اضاءة لازم اجيب سوفت بوكس بعتقد. ف بس هيك في شوية شمس حلوين بيقطعوا كمان. اوكي ما بدي يكون عم بين سامعين الرعد كتير. الطقس كبرد قاسي كتير، بس انه هلا انا جوا فاحسن. اوكي مبدئيا هلا الاوردر اللي عم نشتغل فيه ما رح فيني اورجيكم اياه. ايناس عم بكتب اسماءكم دقيقة. هلا هول شوي دقيقة ما فيني احملهم كلهم يعني، بس انه في كتير قصص اسماء. اوكي ففيكم تروحوا على الريلز او على الشورتس يلي عم ينزلوا على يوتيوب، تكتبوا اسماءكم وبصير بنكتبهم. بركي شي يوم بعمل لكم فيديو شوي طويل اكتب اسماء او منمرق شي اسمين بالفيديو، شو رايكم؟ ما بعرف، تبقى اقترحوا علي. هلا رح خلص هيدا الاوردر المفروض يخلص على الاخر، بعد عندي هيك تاتشات صغيره ورح نكفي رح اورجيكم. ما تقولوا لي قد ايه حلو. هلا الاضاءه ما رح تبينوا مزبوط، اكيد رح نزله على انستغرام ويوتيوب وين ما كان حافلقكم فيه، بس هذا الاوردر بيعقد يعني. هلا اذا الله رد الصور الجايين حاعملهم على $2 عيوني وعيون زيزو وهيك بروزهم فوق بعض بيطلعوا كتير حلوين. فما تقولوا لي وحيط الله بتعقد عن جد، بس انه هلا الاضاءه ظلمته شوي، بس انه تتاكل. بالنسبه للطقس كتير ساقعه، كتير 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 ساقعه. بدي اخبركم كذا شيء. اول شيء بالنسبه للاوردر اللي كنا عم نشتغل ما فيني اورجيكم اياه، خلصت. بقى عندي بس الورده، هي في وردي هون فبقي بس الوردة، بس انه رح نعدل لون الوردة. هي لونها بالصورة ابيض فرح نعمله احمر. ثاني شيء رح نكفي مع بعض هيدا الاوردر. ثالث شيء بدي اخبركم عن شغله. اذا الله راد انا كنت من سنه ناوي افتح ويب سايت، اوكي، وحكيت مع امل هي بنت بغزة كمان رسامة، ونحن بنعرف بعضنا من قبل يعني قبل الحرب. ان شاء الله يا رب تخلص بقى ويرتاحوا، الله ينصرهم. بالنسبه لامل بترسم، فانا قلت لها بتصير تبعت لي سكان على رسماتها وانا بطبعهم. عم ببرم هلا على مطبعه هاي كواليتي وانه تكون الطباعه كتير مرتبه، واطبع لها اياهم ونصير نفتح ويب سايت وبعرض لها شغله لامل. اوكي ف حتى على الانستغرام رح نزل يعني، في حال عبالكم تطلبوا اذا الله شي شهر اكيد او اقل رح يكونوا متوفرين، فانتوا تابعوني هون على انستغرام اكيد رح ينزلوا. ف بس لنحضر هلا بزنس كارد وهيك. بالنسبه للويب سايت هلا ما بدي ادفع لا $700 ولا 1000 ولا 1200 اول دفعه، فلقيت منصه انا بس اللي علي انه دخل شويه معلومات وصير بدفع بالشهر. هني اكيد بياخذوا نسبه من الارباح، بس انه هيني تمام احسن ما ادفع مبلغ وقدره يعني. واصلا هديكي كمان كل شهر بدي يصير ادفع، فخلص دغري فرد مره اهين لي. فاذا ما جربت اكيد بجرب لكم شو الانطباع عنه اذا الله رد. فبالنسبه لشغل امل تقدروا تطلبوه اذا الله رد بعد فتره كتير قصيره، هيك بتكونوا عم تدعموا امل وهي كمان بتكون عم تشتغل رغم انها بغزة. بس خلينا نكفي شغله. اوكي يا جماعة هلا عنا شغل على هيدا البرواز للطلبية، فنفتح البرواز. اشتغل عليهم بورقة ذهب، ما بعرف اذا شفتوهم قبل عندي على تيك توك او انستغرام. اوكي طيب اول وحدة بدنا نشتغل عليها والتانية لا، فبرجع بضب هيدوليك. حرقت ايدي، شايفين الخطوط هدول حروقة. الله يجيرنا. الشغل على الفريم
كتير صعب بورق، كتير صعب كتير صعب، خصوصي انه ايام بعمل سكتش يعني، ما انه والله عم بعمل شي انا كل مرة عم عيده. هلا عم بعمل ورقة يمكن بدها صورة الفلك، بدنا نقعد نكتب، نعمل الميزان باج، نشوف كيف بدنا نعملهم الحركات وكل شي. فالموضوع منه سهل بالمرة، خصوصي لما بيكون على البريويز بيعذب 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 كتير. اوكي، خلينا نبلش. هاي اجين رح تقولوا انعست بس انه كنت بورجيكم. عنا هيدي الرسمة على $100. هلا بتسألوني $100 حقيقية؟ $100 حقيقية. هيدي البنوت من مصر، مطلوب مني حاليا 3 اوردر على مصر، والثلاثة احلى من بعض، والثلاثة هني 3 شباب طالب، كل حدا طالب لخطيبته بيعقدوا هني كنفسيات كلهجة كصور ردة فعلهم اصلا يعني. هلا في طلبية خلصتها وورجيتها للشاب، ردة فعلهم عن جد هيك تبسط. والله حاشتغل اليوم بعد شوي وقوم ارتاح لانه عن جد تعبت فرطت. ف حنجرب خلص على الاقل الحجاب والثياب، حصور لكم اكيد. بتعرفوا شو نسيت انه اليوم الخميس، وانا نهار الخميس بنزل اسم على 1000 ليرة بعد ما كتبته. بدنا نكتب اسم، بحس اليوم رح اكتب اسم محمد لانه كتبت اسمين بنات قبل، فاليوم رح اكتب اسم شاب ورح يكون اسمه محمد. يا امبارح اشتغلت بس ما صورت، يعني صورت انا عم اشتغل بس انا ما طلعت ابدا. ماني مكتئبة، بس امبارح قضيته بكي انه انا بسنتي ماتت من فترة، ف ما فيني عم اتخطى. والله كل مرة بقول اني ما بدي ابكي، كل مرة هيك بحس انه خلص برجع على نفس الوضع اسوأ كمان. فالموضوع شوي صعب، خصوصي انه عم شوفها كثير بمنامي، فما فيني عم اتخطى. الحمد لله. المهم فامبارح ابدا عندما كنت يعني كان وضعي صعب، يعني انا عم اشتغل كنت عم ابكي. المهم خلصت طلبية وطلبية. اوكي هلا بعد في هيك تاتشات تعديل صغير يعني، وورق ذهب كمان رح صور لكم، وشو كمان يا فوفي، وتغليفهم رح يمشوا كلهم اليوم اذا الله راد. فمعي ساعتين تقريبا اشتغل فيهم لانه بدي ابعتهم. فبس هيك خلينا نبلش. هاي اجين مريضة، مرضت بس وين القلم؟ استلمت هلا اوردر وخلصت اوردر، ما تقولوا لي بعقد. اوكي هلا برجيكم كل شي خلصته، بس خليني اسجل هيدا الاوردر، اعتقد كان هيك اسمه. شوفوا شو كان بدي اخبركم. هي اسفة غرفة بالبيت، من وين بفوت الدبان ما بعرف، لانه انا ما بفتح زقزقة بالبيت، ما بفتح، البيت مسكر كله. بس في هيدي اللي بتجي بالالومنيوم هيك بشبابيك وبالابواب، هيدي اللي بتعزز بفوتوا منها، فالمفروض رش دواء. فكده هلا رح اورجيكم كل شي خلصته. المفروض اغلف هيدا الاوردر اللي هلا ما بعرف اطلع بالكاميرا. المهم المفروض غلف هيدا الاوردر وغلفه معكم وسلموا اليوم وخلص ارتاح شوي، لانه عن جد مني قادرة، تعبانة، منو تعبانة من الشغل، مريضة. ف هلا رح اورجيكم ونغلف الاوردر نبعته ونرتاح. بس هذا الاوردر اللي هلا طلبه حلو، عرفتوا اكيد رح اعمله معكم.
بيستيز. اوكي 2026 بس مشان الواحد يتفائل. مع شو قال لي بده اياهم؟ مع عواميد قلعة بعلبك. هلا مثل ما خبرتكم حورجيكم. شوفوا حلو هذا الاسم لانه طويل طلع كتير حلو. عبد المجيد. هلا رح اغلفهم. اول شي عملت هيدول وهيدي عبد المجيد هون. اوكي يا جماعة هلا نفتح الاثنين بوكسين ونحط فيهم هيدي. اوكي اول وحدة لا ضيقة اتأكد من ايه بنحطه. رح احط مع كل وحدة جيفت بما انه هي ستيلها هيك بالبندانة وهالقصص. هول الاسمين. خلصت شكلي صار عن جد تعبان. خلص بين اني مريضة يعني. المهم هيدول هلا رح احط هيدي اخر خطوة. خلص حقوم ارتاح. خلصنا. صار لي ساعة برتب الغرفة. رجعت خربتها من اول وجديد. المهم جافيني بس الاوردر كتير حلو صراحة. مستاهل كل ذرة تعب انحطت عليه. بونجور كيفكن اليوم؟ اليوم انا احسن الحمد لله. كنت كتير مريضة امبارح ما قدرت اعمل شي يعني اختزلنا نهار. بس اليوم احسن الحمد لله. لازم اكون عم شغل اكتر. لازم سلم طلبيتين. هلا يا اما بخلصهم اليوم بسلمهم بكره يا اما بسلم اليوم اذا كنت قادره. المهم كون اليوم مفنشي الاوردرين على الاخر. فخلينا نبلش مع بعض. خلصت لزقتها على الطاولة. المهم ما مبين شي لانه بتحطوا عليه ورق دهب. اوكي هيك اشتغلنا صح. خلي يكون غلط. انا شلت بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب يا رب. شلت شفتوني شلتها. يا حكون شلتها يا اما حقضي النهار بكي لانه وجعتني ايدي فما بقى فيني اعيد يعني. شلناها لازم يعني. ما بعرف اذا فيكم حتشوفوا. بعرف هلا بس حط عليها ورق دهب بين اكتر. رح اتركها تنشف على رواق وبلش انا اشتغل بالطلبيات.
بونجور. اوكي، اليوم اخر اوردر، هسه في غيره اكيد بس للاسبوع الجاي، يعني هلا هيدا الاسبوع خلص فنشنا اليوم سبت، عملت هيدا الالف، بعد بدي احط اللمعة خليني احطهم، ورح غلف هلا الاوردر وروح عند اهلي لانه الي اسبوعين ما نزلت، فرح انزل اليوم. اوكي رح اورجيكم كيف طريقة. اوكي هيدا الف وهيدا الف، دي كيوت. اوكي الرسمة هيدي هيك طلعت تعقيد كالعادة، وهيدا البروز مكتوب عليه والصيني اكيد اشتغلتوا معكم. المهم هلا رح ثبت 100 صح هون صح. يا بتعقد، لا عن جد بتعقد بتعقد. ورق الذهب بجنن بالتصوير، سوري بجنن بالرسم. رح نحط البلكسي اللي فوقها. احلى لحظة، بس خليني اشيل بعتقد من ورا قبل مشان يبين عليكم صح. قد ايه حلوة. انا هسه هون كنت مبينة على الجيران، ما بحب ابين على حدا. المهم هلا احلى لحظة، ما تقولوا لي بتبكي من كتر ما انها حلوة. بتعقد او ماي جاد. بحب ال1000 ليرة على الاسم لانه بينحط بالكوبر تبعول التليفون فبيطلع كتير حلو. مشان هيك عم حاول قد ما فيني، اذا كنت ملحقة ابعته مع كل الاوردرات، بس ايام ما بلحق. بعدين احلى رسمة بالعالم بتجنن، مسكر أسامة ونديم. في ناس بيحبوا على الحجاب بيعملوا هيك وبيربطوا، عرفتوا كيف؟ هيك اكيد بيكون الشي معمول بطريقة احسن مشانه، وبيجي هيك. هلا هون في عنا ميلتين، عم فكر اربطه من هيدي الميلة لانها اروق بالنسبة للبوكس، فعم فكر ارجع اجيب منهم هيك يصير اربط فيهم البوكس، ما بعرف حبيتهم. شوف قد ايه بتطلع حلوة. اوكي صورها صورة مشان لما بدي ابعت له صورة التغليف. وهلا بنحطها بهيدا الكيس مشان الدليفري وبس. هيك بنكون خلصنا الاسبوع شغل، ان شاء الله تكونوا حبيتوا. عم حاول صور قد ما فيني. هلا في كتير قصص اكيد ما صورتها لانه ما عطوا لي خلق حتى حجابي، وش بعرفني بتكسل، خصوصي طبخة ورق العنب كان كتير قبل صور لكم اياها بس انه ما قدرت اصور. المهم انه مشاكلي مرة عن مرة بصير صور اكتر، خصوصي اذا جبت الكاميرا فبتصير كاضاءة وكل شيء احسن، فاذا الله رد بوقتها بصير بصور لكم اكتر. ان شاء الله تكونوا حبيتوا. اذا بدكم هيك نوع من الفيديوهات او نصير نعمل فلوج كل نهار بنهاره احيانا، ما بعرف انتو شو رايكم، المهم خبروني بالكومنتس. وبس I love you.